كان في خبر من كام يوم كده ان الحد الادنى للاجور اتعدل وبقى 7000 جنيه. انا بقى حابب اضرب مفك في الكلام ده. القانون ده غير ملزم لشركات القطاع الخاص. يعني بالبلدي كده اللي هيعملوا كتر الف خير ونشيله على دماغنا، واللي مش هيعمله ولا اي حاجه، مفيش اي مسؤوليه قانونيه عليه. بس انا هنا بقى يجول في خاطري سؤال، في ناس في قطاع خاص بتاخد 4000 جنيه واقل من كده كمان. الناس دي بقى المفروض تعيش ازاي؟ هتاكل ازاي؟ هتاكل عيالها ازاي؟ تدفع دروس وكسوه ازاي؟ واصحاب العمل بقى عاملين من بنها ودن من طين وودن من عجين. فاما انت كصاحب عمل تدوس على وش اللي شغالين معاك في المكان، عايزهم يبقوا عاملين معاك ازاي؟ لا والاسخم كمان في ناس بتقعد بالشهرين وبالثلاثه ما تقبضش. طب انت حط نفسك مكانه كده، اعكس الايه كده وريني انت هتعيش ازاي. ده غير بقى ان مفيش لا تامينات ولا تامين صحي محترم ولا بدل تنقل ولا بدل مخاطره حتى. طب اللي بيتعب ده يعمل ايه؟ احنا دايما بنحاول نشجع على زياده الدخل، بس المرتبات ام 2000 و3000 دي مش دخل اصلا، ده عبوديه. اتقوا الله في مصانعكم، واتقوا الله في مصادر دخلكم، واتقوا الله في الناس اللي انتم مشغلينها عشان ربنا يفتحها في وشكم. احنا بنشتغل علشان الفلوس، محدش يقول لي او يجيب لي سيره ولا دي خالتك لا مؤاخذه. ولو حد يسمع عن شركه او مصنع بالمنظر ده اللي بتدي 1000 و2000 و3000 في سنه 2025، معلش اكتبوا لنا في الكومنتات هم مين وعرفونا هم مين عشان ما حدش حتى يروح لهم يشتغل عندهم. واتمنى يا ريت يبقى في قانون ملزم لشركات القطاع الخاص، ويا ريت القانون ده يكون كفيل بما فيه الكفايه لحمايه العمال والموظفين اللي في القطاع الخاص ويعيشهم حياه كريمه، ويبقى في قانون او عقوبات على الشركات اللي بتاخر القبض. يا جدعان احنا علينا التزامات عايزين ندفعها. نهار اسود، سلام عليكم.